أنا عايزة الحلقة دي أشرح لكم الفرق ما بين كل أنواع بدائل الرخام. تابعونا علشان تعرفوا الفروق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة، معاكم رشا عفيفي. النهاردة هتكلم عن بديل الرخام. أنا كنت قبل كده الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بديل الرخام اللي هو التايلز، اللي هي زي البورسلين. تمام. طيب، علشان انا شفت فيديوهات منتشرة على اليوتيوب برضو بتتكلم عن بديل الرخام حاجة تانية. طيب، ايه الفرق؟ ده ايه وده ايه ومين الاحسن؟ طيب، خلينا نقول الفرق ما بين ال HPL وما بين البورسلين. بديل الرخام اللي هو بنشوفه على الفيديوهات ده، اللي هو بيبقى حاجة كده كأنها شيت بس ليه سكنس تخين شوية وبيتني كده وخفيف، ده HPL. تمام، دي شيتات HPL. دي بتتركب ازاي؟ دي بتتركب على ألواح MDF. تمام، يعني أنا لو هركبها في ريسبشن أو بدروم أو أي كلادنج، لازم أعمل على الحيط علفات خشب، وبعد كده أعمل MDF، وبعد كده أحط عليه ال HPL. تمام، برس، وهتلاقي فيها ستانلس كأنه ستانلس يعني، وجولد وروز جولد وكل الحاجات دي، زي مثلا شركة اسمها ايجيبت وود. دي من الشركات المحترمة اللي بتصنع ال HPL، الأشكال بتاعة الرخام والتكتشر الميتال. طيب، ايه الفرق بقى ما بينه وما بين اللي احنا كنا عاملين حلقة عنه الحلقة اللي فاتت، اللي هو التايلز، اللي هي قلنا من ميراج او تايلز او whatever الحاجات دي بورسلين، فهو هيتحط على الحيطة على طول. هو مش محتاج اي حاجة غير ان انت مباني ويتلزق على الحيطة، او لو هتخلي فيه محارة ويتلزق على الحيطة. تمام. التكلفة ممكن تكون متقاربة الى حد ما على حسب السبلاير اللي هتشتري منه. خطوات تركيبها اسهل طبعا، لان هي خطوة واحدة، انا بجيب التايلز بركبها في نفس اليوم وخلاص. انما ال HPL برضو كويس وبديل كويس، لكن انا هركب علفة وهركب MDF، او هجيب، في ناس بتبيع ال HPL ده مضغوط على MDF على طول، فهجيب ده. طيب، في برضو لو انا هحطه في باسروم، فاكيد ما يفضلش ان انا احط الخشب في الباسروم. هو HPL من بره اكيد طبعا بيبقى متعالج ضد المية وضد الخدوش والرطوبة وكل الحاجات دي، بس يعني الافضل اكيد ان انا احط بورسلين. يعني بريسك بحاجة، ولا بعد 100 سنة هيجرى لها حاجة. البورسلين ما بيجرالوش حاجة من المية ولا الرطوبة ولا الاوت دور، لو هعمله اوت دور. تمام، لكن التاني ال HPL ال HPL تمام، بس ما وراه MDF، وممكن مع الوقت يعني ما افضلش ان انا احطه في باثروم، يعني او ممكن احطه كلادنج في ماستر بيدروم او في ريسبشن او في ليفينج، او اوكي، ما عنديش مشكلة طبعا. باثرومز افضل طبعا التايلز اللي هي الكبيرة، السلابس دي. وطبعا هي في الاول وفي الاخر اذواق، وعلى حسب الصنايعي اللي هتتعامل معاه هيعرف ينفذ لك مين اكتر. مفيش ريسك في ال HPL لانه مش هيتكسر، لان هو بني، ما هواش حاجة صلبة زي الريسك اللي في التايلز. انا كده اكون قلت لكم العيوب والمميزات، واتمنى اكون قدرت افيدكم بالحلقة دي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يكون كل جديد معانا، واشوفكم الحلقة الجاية، والى اللقاء.